كل تفاصيل تحديث الخميس، الأحداث والأداء والباكات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية كده قبل أي حاجة انزل اشترك في القناة، صاحبه وفعل الجرس، اللايك الجميل بتاعك. طبعا النهارده جاي استعرض عليك كل تفاصيل تحديث الخميس، انا استعرض الباكات وكل حاجة نزلت النهارده. انا تعال نخش كده على الباكات، لايك واشتراك ويلا بينا. طبعا نزلوا معانا باك خاص بالدوري الياباني، يعني احنا مش عارف انا نعمل بايه. نازلين واحد اسمه اونو، يعني اونو مين يا كونامي، واحد اسمه ساكي مش عارف ولا زاكي. هو باك خاص باليابانيين يا جدعان، مالناش دعوه بيه. تعال نخش بقى على باك نجوم الاسبوع. يعني باك جبار جدا يا جدعان زي ما توقعنا. طبعا نزل معانا اروخو، نازل اكسترا فرونت مان، يلعب معاك سي بي ار بي، اول كارت مطور لاروخو. واخيرا بص طاقات الدفاعيه يا جدعان، جبار اروخو. هيلعب معاك ار بي، هيلعب معاك سي بي، جبار جدا. دي المهارات يا صاحبي بتاعته، هي اول نسخه كده تبقى جباره يا جدعان. فاللي جاله قول لي رايك. طبعا بعد كده نزل معانا هاري كين، واخيرا اللعبه نصفت مره في حياتها يا جدعان. لا على فكره، لا جاب هاتريك في الديربي، لا كده نزلوه، ما كانوش هينزلوه اصلا لانه دايما متالق. طبعا دي الطاقات بتاعته، طبعا جامد يا جدعان هاري كين. دي المهارات، يا بخت اللي هيقول هاري كين يا جدعان، كارت جبار جدا هاري كين بصراحه. بعد كده زي ما توقعنا برضو نزل معانا برونو يا جدعان، برونو فرنانديز. نازل كرييتيف، يعني دي الطاقات هتاخد منه باصات جباره يا جدعان. برونو معروف يعني، سواء باصات طويله او باصات قصيره، ممتاز جدا برونو. عنده الاستامينا كويسه، ودي المهارات بتاعته. وكارت جامد يا جدعان لبرونو. اول كارت ينزل الواد نيكولاس جاكسون يا جدعان. الراجل برضو تألق مع تشيلسي، جاب هاتريك، فكان طبيعي ان ينزلوه. طبعا انا اول مره ينزلوا كارت ما حدش جربه، فاللي قالوا جربه يقول لي راي برضه في الكومنتات. هو اكيد كارت جامد يا جدعان، اول كارت للاعب. دي المهارات، وبان من الطاقات ان الكارت كويس. بعد كده يا صاحبي تعال نخش على كارت الواد دوكو. دوكو كان طبيعي انه ينزل، نازل كرييتيف. دوكو كرييتيف ماشي. دي الطاقات بتاعته، يعني زي ما انت شايف قدامك، اكيد طاقات جباره. تعال نخش كده على السرعه. مش ممكن يعني يا صاحبي، انت شايف السرعة؟ السرعة بس بتتكلم. يعني ده سرعة وحنكشة على الأطراف بقى ومهارات، ده جبار يا جدعان دوكو. بعد كده نزل معانا الواد ده مش عارف اسمه، ليه كينج ان. اه ماشي، ايوه هو ده. ماشي، هو البلاير. بص الخريطة يا جدعان، شايف الخريطة بتتكلم. طاقات كويسة، عنده الباصات كويسة، عنده الكير عالي برضه، كويس الكير. سرعة متوسطة، يعني كارت كويس يا جدعان. أول مرة أشوف الواد ده أصلا بتاع باريس. ده الصفقة الجديدة ده يا جدعان عمال عليه. عندك بقى الدبابة، وأخيرا والمفاجأة يا جدعان الدبابة زكريا. عايز أقول لك إن الراجل ده قسما بالله آلة في نص الملعب يا صاحبي، كفاءة. يروح الملعب كله هجوم ودفاع، بص ماتادور يا صاحبي. الراجل ده جبار جدا يا جدعان دفاعيا، وعنده الاستامينا عاليه وسريع، وطاقاته الدفاعيه جبار. يلعب معاك سي دي ام، عنده المان ماركينج، يعني ممكن لو زنقت تحطه مدافع. كارت جبار يا جدعان زكريا. نزل معانا ايتو ياباني، مالناش دعوه بيه البوتشر طبعا، بس اظن ان استعرضنا اللعيبه القويه. طبعا من الدوري الايطالي نزل حارس سيلفستري. ماشي، يعني ده باك جامد جدا يا جدعان، باك نجوم الاسبوع. يعني انا بالنسبه لي انا، هاري كين يا جدعان جبار جدا. اللي هيجي لي يبقى كويس برضه، اللي هيجي لي اروخو كارت جامد جدا. عندك زكريا يا صاحبي، ده دبابه ومفاجاه كونامي. عندك بعد كده برونو فرنانديز، كارت جبار يا جدعان لبرونو. دوكو طبعا اول مره ينزل دوكو. نيكولاس جاكسون برضه نفس الحكايه، اول مره ينزل له كارت. فبس كده انا اظن ان هو ده باك نجوم الاسبوع وبس يا جدعان. تعال نخش كده على الاحداث. اطلع كده يا صاحبي مع بعض، تعال نخش كده على احداث، نشوف الاحداث اللي نزلت النهارده، اللي اكيد معروفه ومتوقعه. طبعا ده حادث الفتحه المجانيه بتاع نجوم الاسبوع، وده حادث الكوينز اكيد. لان نفسي يا جدعان مش عارف انا، يعني يوم الخميس 50 كوينز، يوم الاثنين 50 كوينز. طب ما ليه مثلا ما تخليش يوم الخميس 100 ويوم الاثنين 50؟ لازم يا جدعان يزودوا الكوينز اكتر من كده. يعني انا مش، يعني انا انتظر خميس واثنين عشان يجي لي 100 كوينز؟ اسبوع يا جدعان عشان 100 كوينز؟ فبس كده يا جدعان، يعني استعرضت معاك كل التفاصيل اللي نزلت النهارده. لايك واشتراك، محتاج اي حاجه اكتبها لي في الكومنتات، ولو فتحت على الباك اكتب لي يطلع لك مين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.